ردة فعل بالنسبة لفوزي الأقجع، ردة الفعل فيها الكثير من الوطنية والضغط النفسي والمشاعر، وردة فعله فيها ترجمة لجميع شرائح المجتمع المغربي. والله العظيم لما انتهت المباراة أمام منتخب فرنسا، طفلة في 10 سنين أقسم بالله انسحبت قبل نهاية المباراة، واضطريت أني نتبعها ونعانقها ونقبلها ونقول لها خاصك تفتخري يا بنتي، اليوم يوم تاريخي، واليوم الإنجاز هذا راكي لما تكبري راكي تقراي عليه، لأنه صفحة من صفحات المجد. وابتسمت بالبراءة وحست وقلت لها نحتفلوا، يصفر الحكم ونحتفلوا. بالنسبة لفوزي الأقجع بين قوسين في الكلمة عنوان: فوزي، فاز فوزي لاعتبارات كثيرة. فوزي اليوم أضحى مرجعية، فوزي ربما شغله ظهر من خلال انفتاحه على الصحافة ويستمع للآخر. إذن هي منظومة، وفوزي هو أسد من مجموعة الأسود، والرجل يستحق كل التنويه في ظل ما قدمه من دعم، من انفتاح، من تواصل، من استشارات. في الفترة هذه رأينا المغرب أضحى عاصمة لكرة القدم الإفريقية، لما نشوفوا تنظيم جائزة أفضل لاعب إفريقي، كأس الأمم الإفريقية للسيدات، الأكثر من ذلك كل مرة، والبشرة الجديدة كأس العالم للأندية. هذه كلها أمور تؤكد بأنه الرجل اشتغل، وهذا حصاد وأضحى. حتى الجمهور المغربي يسأل عن فوزي وكيف عمل. إذن للأمانة وللتاريخ، الرجل تألق ونجح وكان دينامو ومهندس هذا النجاح. هذه حقيقة، وهذا رأي، ربما ليس رأي ولكن أتحدث باسم الشارع المغربي.